خير، أهلا بيكم. أنا اسمي سلفانا نبيل. أنا مشيرة مشيرة للأطفال ومدربة في بيت المشورة. آه، يعني مبسوطة إن إحنا هنكون مع بعض النهاردة. يعني وأسفة إن أنا قطعت المزيكا. آه، أوكي. طيب، إحنا الموضوع بتاعنا النهاردة ابني قلته الشائك. هو الحقيقة الموضوع نفسه على بعضه كله شائك. يعني عادة الموضوع ده لما بيتفتح وبنتحط في إنه حد يجي يسألنا من الولاد عن أسئلة كده بتخض، فبنلاقي نفسنا إحنا شخصيا، مش بقى هم اللي بيتوتروا. الحقيقة إن إحنا اللي بنبقى متوترين ومخضوضين، مش بنبقى عارفين حتى نتعامل إزاي في الموقف. فنلاقي نفسنا كده اللي هو ابتدينا نتخض ونعرق، ومش بنبقى عارفين نتصرف إزاي. النهاردة هنبقى مع بعض. يمكن مش هنبقى بناخد الموضوع كله، لأن الموضوع ده كبير وطويل. يعني احنا مثلا في البيت المشورة بنقدمه في ورشة على بعضها. بس يمكن النهاردة ناخد أجزاء تقدر تدينا مفاتيح أو بدايات. آه، أقدر أدخل للقصة دي ما بقاش مخضوض قوي. أول ما ابني أو بنتي أو أتعرض للموقف ده عموما، ما بقاش مخضوض بالشكل ده. وبقى عارف أتعامل وهندل القصة بشكل أفضل. خليني أقول لكم حاجة على المستوى الشخصي. آه، يعني من الحاجات اللي فرقت معايا جدا إنه قد إيه الكلام في الأجزاء دي بالذات بيعزز العلاقة جدا مع ولادنا. آه، بيقصر المسافات كده، فبيخلي الولاد حاسين إنه إيه ده، أنا ينفع أتكلم مع ماما في أي حاجة إذا كان الموضوع ده وبابا أو ماما بياخدوا ويدوا معايا فيه، من غير ما يعني أسئلتي وفضولي بيتجاوب عليه. ده بيأثر العلاقات جدا وبيخليها تبقى قريبة. سوري. بتخليها تبقى قريبة حتى لو يعني حتى لما تبقى في شوية لخبطة، بس الأسئلة في الجزء ده وإن إحنا نبقى مفتوحين ونبقى بنجاوب على أولادنا، ده بيخليهم مطمنين جدا. طيب. آه تمام. خلينا متفقين إنه إحنا أغلب الظن بنبقى بنهتم جدا إن إحنا نودي ولادنا مدارس كويسة. لو عندهم مشكلة في مادة معينة فممكن نديهم درس. نوديهم يتعلموا رياضة. آه، لو مثلا عايزينهم يتعلموا لغة تانية فنبتدي ندور لهم على كورسز يتعلموا بيها لغات مختلفة. ف- فأنواع التربية وأنواع التعليم كتيرة، احنا عادة ما بيبقاش عندنا مشكلة فيها. بس نيجي في الجزء بتاع التربية الجنسية وكأننا بنبقى مخضوضين وبنتخض. وإيه ده، هو ينفع أبقى بفتح كلام مع ولادي في الجزء ده؟ آه، لا لا، اي حد تاني يجاوب على الجزء ده الا انا. فبيبقى في حالة صعبة جدا من القلق انه احنا ينفع، هو اصلا ينفع؟ هو مش احنا كده بنفتح عينيهم؟ الحقيقة انه جزء التربية الجنسية ده جزء مهم جدا، مش بس علشان يبقى عندهم وعي ومعرفة، لكن كمان هما بيبتدوا يبقوا واعيين بنفسهم وواعيين بحدود جسمي، و... وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، وإيه اللمسات الصح وإيه اللمسات الغلط، وليه التصرف ده مش مناسب، وليه إن أنا أشوف حاجة فيديو في ناس بيعملوا أو مش لابسين هدوم أو whatever. ده مش حاجة لائقة. لما حد يحاول يأذيهم أو يحاول يلمسهم لمسات غلط، إزاي يبقى ال- الطفل عنده وعي كده وشايف وفاهم إنه لا، أنا اتعلمت واحد اتنين تلاتة. إنه ده إزاي هيفرق، أو إزاي إن التصرف اللي بيحصل ده غلط أو صح، فيبقى عنده بصيرة كده. إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. طيب. احنا كمان خليني اقول لكم ايه اللي مصعب القصه دي شويه. انه الطريقه اللي احنا اتربينا عليها
آه، يعني زمان افتكر انه كان مجرد من حد يفتح كلام او يسال او يبقى عنده فضول، اصلا ده كان مش يعني مش بيتحط على الترابيزه اصلا انه حد يفتح كلام ويقول زي ده، يقول كلام زي ده. لكن كمان اللي كان بيقول كان بيتوصم انه انت قليل الادب، انت مش متربي، انت جبت الكلام ده منين. آه آه يعني كمية اتهامات كتيرة جدا بتتقابل للأطفال لمجرد إنه إحنا بنفتح أو عندنا فضول يبقى وأسئلة أو معرفة بشكل ما عن جسمنا. فزمان كان في تكتم شديد جدا، واحنا اتربينا على ده. اهالينا كانوا بيتكتموا على كل حاجه، لدرجه ان كان ممكن البنت يجي لها البريود مثلا وما بتبقاش عارفه انه دي البريود اصلا، لان احنا ما كانش ينفع نروح للكلام ده. كانت الاهالي زمان كانت لو البنت مثلا رفعت الجوب بتاعتها، فكانت بتتقبل بعنف شديد جدا. يعني نشكر ربنا انه دلوقتي بقى فيه وعي، فبقينا بناخد بالنا احنا، انه لا احنا عايزين نقول، وبقى فيه بقى فيه توعية كتير في المدارس وفي الحضانات ويعني وفي البيوت كمان. فالحمد لله يعني انه الجزء ده ابتدى يتظبط عن قبل كده. بس كمان احنا محتاجين نبقى عارفين انه التربية الجنسية هي مش حاجة عيب، مش حاجة حرام. لكن انا ببقى محتاج انه زي ما انا عارف ان دي ايدي، ده وشي، دي عينيا، انا محتاجه ابقى عارف كل حاجه عن جسمي حتى الاعضاء الجنسيه، لان هي مش حاجه اخبيها او ما ينفعش نبقى بتكلم عنها او تيجي سيرتها، لانه هي جزء اصيل في جسمي زي بقيه الاعضاء اللي ربنا خلقها لي. يعني افتكر في ناس حتى لما بتيجي تعلم ولادها عن المناطق الخاصه، او تقول لهم ان ما حدش يلمسكوا هنا، فتقول لهم ما حدش يلمسكوا في المنطقه الوحش او المنطقه العيب. فحتى وصفنا للمنطقه انها عيب، ف لكن هي مش منطقه عيب، يعني دي يعني نعمه غنيه جدا ربنا اداها لكل حد فينا. ف ومن كتر غلاوتها هي سبب في وجودنا لغايه دلوقتي. طيب. ف فالافكار بتاعتنا عن الجنس هي اللي مصعبه فكره انه انا سهل ان انا اتكلم مع ولادي، لانه خلينا متفقين انه المشكله غالبا في طريقه استقبالنا للاعضاء الجنسيه والجنس بشكل عام. ده اللي بيخلينا احنا المتوترين، احنا اللي هو وشنا احمر ونعرق ومش عارفين نتصرف، مش عارفين نقول ايه، واللي هو يعني الارض تنشق دلوقتي، لانه احنا مفهومنا عن الجنس اتشوه، وبقى يعني بقى مفاهيمنا اكتر عن انه خطية وانه شهوة لكن الحقيقة انه الجنس بمفهومه الطبيعي انه الله عمله علشان نقدر نعبر بيه عن الحب. يعني يعني دي اكتر صفة انه دي الطريقة اللي نقدر نعبر، كل واحد فينا يشارك او في اطار الجواز انه اشارك واعبر بيها عن الحب. فكل ما انا مفهومي عن الجنس والاعضاء الجنسية كل ما يكون مفهوم اقرب آه، اقرب للحقيقة، كل ما يكون سهل عليا انه يعني احنا بنحكي في قصة عادية. يعني لو ابني جه النهاردة وراح قال لي يا ماما مثلا هو شعرنا بيطول ازاي، هل هتخض؟ لا، لانه انا عارفة انه الشعر بيطول لما يعني بشكل معين، ودي مش حاجة عيب. فطريقة قبولي للقصة نفسها هي اللي بتخليني النهاردة أنا عارفة أتكلم أو مش عارفة، أو مخضوضة أو مش عارفة أتكلم. طيب، قبل ما ندخل في المراحل بتاعة المراحل الجنسية عموما، خلينا نتفق على شوية قواعد مهمة جدا. إيه القواعد دي؟ أول حاجة إنه
بيبقى مهم جدا انه بابا وماما يبقوا في القصه. يعني مش بنرمي القصه على ماما، فماما هي اللي هتقول وهتشرح وهتعمل. لا، بابا وجوده كمان مهم جدا جدا في القصه دي. طيب، عاده يعني في كذا مدرسه في القصه دي. في مدرسه بتقول انه البنت تقعد مع مامتها وتكلمها، وبابا يقعد مع الولد ويكلمه. وفي مدرسة تانية بتقول إنه إحنا كلنا نبقى بنتكلم في القصة دي. أنا هقول لكم بشكل يعني رؤيتي في القصة دي، إنه هي مزيج من الاتنين. إزاي؟ إنه أنا كلنا أنا وبابا وولادنا القصة مفتوحة قدامنا، فإحنا بينفع كلنا نتكلم سوا في القصة دي. ليه؟ عشان أشيل الحرج، عشان ما يحسوش في يوم من الأيام إنه في حاجة غلط فيا. عشان لما البنت مثلا يجي لها البريود ينفع تقول للبابا: يا بابا انا محتاجه كذا من الصيدليه مثلا. لما الولد مثلا يمر بمرحله الاحتلام، ما يبقاش مكسوف من ماما ومش عارف يقول لها ايه. وفي نفس الوقت احنا القصه عندنا كل ما بتكون فيها ديتيلز اكتر، كل ما بيكون طبعا افضل انه بين ماما وبنتها وبين بابا والولد. ليه؟ علشان الديتيلز دي، يعني بابا ما كانش يعني ما عندوش معلومات كفاية في الجزئية دي، وماما ما عندهاش معلومات كفاية في الجزئية دي. فاحنا محتاجين نبقى بنعمل الميكس ده. فاحنا ما عندناش بينفع نبقى مفتوحين قصاد بعض ونبقى بنشارك ونبقى عارفين ان دي مش حاجة عيب، مش حاجة بتقلل مني، بالعكس ده حاجة ربنا حطها حاجة عظيمة في جسمنا. وفي نفس الوقت لما يبقى عندنا تفاصيل زيادة نلجأ فيها للطرف اللي شبهنا. تاني حاجة، بابا وماما هما الشخصين اللي بيقدروا يحددوا ايه اللي هيتقال. انا اللي بقدر اشوف انا ابني وصل لغايه فين، هيقدر يستقبل ايه، ايه اللي صعب عليه دلوقتي. طيب، احنا اتكلمنا لغايه الجزئيه الفلانيه، فلا احنا محتاجين نخش اكتر. فاللي هو اوقات بيجي حد يقول: ايه ده ايه ده إيه ده، انتوا بتتكلموا مع الولاد كده؟ ده ما ينفعش، انتوا بتفتحوا عينيهم. الحقيقه انه لا، انا ببقى انا اللي عندي الرؤيه لولادي، هم وصلوا لفين، هم عندهم شغف يفهموا اكتر ويعرفوا اكتر عن جسمهم. انا بابا وماما هم اللي يقدروا يحددوا الولاد في انهي مرحله، وايه اللي يقدروا او هم محتاجين ايه. ثالث نقطه ودي مهمه جدا. اوقات بتيجي ام تقول: انا ابني ما بيسالش عن حاجه خالص، قطه مغمضه، ما بيحكيش، او ما مش مهتم خالص بالحاجات دي. او بنتي لا لا مش زي بقيه البنات اللي بتسال. الحقيقه انا المفروض ما استناش لما الطفل بس يجي يسال. طبعا لما يسال احنا هنشوف ازاي ارد عليه، ومهم جدا ان انا اكون برد عليه. بس انا كمان محتاج انه انا ابقى بفتح المجال، لانه المجال ده نفسه اللي هو اوقات الاطفال بيسالوا على استحياء كده، اللي هو انا لو قلت آه، هيتقال عليا مثلا. يعني في اطفال هتبقى شايفه انه بيتقال عليها قله الادب مثلا، او انه يتكسف يسال السؤال ده، لانه حاسس ان الموضوع ده محدش بيتكلم عنه، المنطقه دي كانها عليها طاقه الاخفاء. ف فانا ببقى محتاج ابقى بفتح القصص. فمثلا يعني افتكر ساعه ما جبت بنتي، ابني كان عنده حوالي سنتين. فبعد شوية لما ابتدت تكبر وبغير لها البامبرز، فبقيت أجي أقول له بص، بس هو كان صغير يعني. فبقول له: بص جسمها من تحت غير جسمك، بص شكل جسمها غير شكل جسمك. ف- فيبتدي ياخد باله: ايه ده، انا يعني جسمنا مختلف عن بعض. انا مش بستنى لما هو يجي واجي بقى وهو عنده 11 سنة وافتكر اقول: ايه ده، احنا ما اتكلمناش في القصص دي، احنا محتاجين نفتحها. لا، الحقيقة انا بحتاج استغل الفرص دي. مثلا فتحنا صور الفرح، وشفنا شفنا في الألبوم بتاع الصور، فنبتدي نقول إنه ده صور فرحنا،
واحنا كنا مثلا كنا بنحب، انا وبابا كنا بنحب بعض جدا، وبعد ما اتجوزنا بفترة فجبناكم. انا ما قلتش حاجة لسه لغاية دلوقتي، بس اللي انا بقوله بيفتح اجزاء ينفع الطفل يبقى يشارك ويتكلم فيها. طيب. اوكي. طيب. فانا ببقى محتاجة استغل الفرص دي عشان اقدر اشارك واساعد ابني ان هو يتكلم ويعبر، او نفتح كلام في الجزء ده. طيب. كمان انا ببقى محتاجة ابقى فاهم انه هو مفيش أسئلة محرجة. هو غالبا أنا هو الطفل مش عايز يعمل ده، ابني مش عايز يحطني في وضع محرج. هو رؤيتي أنا للأمور دي هي اللي آه هي اللي فيها قلق. هو أنا اللي حاسة بالحرج، لكن هو مفيش أي أسئلة محرجة. يعني بدل الطفل بيسأل في الجزئية دي، فهو عايز يعرف عن الجزئية دي. فأنا ببقى محتاجة أديله المساحة. أنا محتاجة أبقى بوسع له المدارك، وبحدود طبعا، وهنتكلم عن ده كمان شوية. بس محتاجة أبقى بديله المساحة إنه يقول ويتسمع ويتجاوب على فضوله. ودي نقطة مهمة جدا، إنه أنا أدي الوقت ده قيمة وأهمية ومتعة. ف... فمش اللي هو إيه طيب طيب بعدين يوه أنا مش فاضية دلوقتي، او مثلا ارد كده وانا مش مركز. لا، ده وقت غني جدا. الوقت ده بيقوي العلاقه جدا بولادنا. فانا ببقى محتاجه استغل ده. بيبقى احتفال، احنا بنتكلم في موضوع مهم، حتى لو انا ما عنديش ردود دلوقتي. بس انا بقدس اللحظه دي لانها لحظه مهمه جدا في علاقتنا سوا. طيب. لما ابني يجي يسالني سؤال من الاسئله الشائكه، انا محتاجه اعمل كذا حاجه. اول حاجه، انا ببقى محتاجه اديله فرصه يتكلم وما اقاطعهوش. فما يجيش يقول لي يا ماما انا مثلا، يا ماما هو انا جيت منين مثلا. فما يجيش اقول له انت جبت السؤال ده منين، مين اللي قال لك، انت شفت حاجه، انت مش عارفه ايه. لا، انا محتاجه اديله فرصه يتكلم ويعبر، ما اقاطعهوش عشان ما يتخطش، يحس انه بالاريحيه انه انا ينفع اتكلم واسال. انا ببقى محتاجه اتاكد ان انا فهمت صح، لان اوقات بتبقى القصه عندنا احنا، فانا اللي ببقى مرتبكه جدا، فبترجم السؤال على حسب رؤيتي. فانا ببقى محتاجه الاول اعيد السؤال، اتاكد ان هو ده اللي يقصده. بعد كده ارجع الدفه تاني عنده، فاقول له طيب انت ايه رايك، طيب انت تفتكر ايه، تفتكر ايه معنى ده فعلا، طب هو مثلا تفتكر ده بيحصل ازاي. فانا ابتدي ارجع الموضوع عنده. ليه ده مهم؟ علشان اشوف هو واصل لفين، لألا أكون هو كل اهتمامه إنه يعرف مثلا آه، يعني معلومة بسيطة، ما يعرف، مش عايز يعرف أبعد من كده. يعني بس كل مهمته يعرف آه، مثلا إنه بابا وماما مثلا أنتوا ليه اتجوزتوا، أو أنتوا استفدتوا إيه لما تتجوزوا. فأنا طبعا أول ما أسمع السؤال ده هتخض، لكن ممكن يكون هو كل اللي يقصده مثلا أنتوا كنتوا بتحبوا بعض. آه، فانا ببقى محتاجه اساله عشان اعرف هو دماغه واصله لغايه فين. هل هو فعلا عايز يعرف اللي في دماغي اللي خاضدني انا، ولا هو بس مجرد اسئله بسيطه. بعد كده انا ببقى محتاجه اجاوب. انا اسفه يعني، بس انا ما نفتيش يعني لو ما عنديش اجابه او مش عارف، هقول بص انا مش عارفه دلوقتي، ممكن أسأل وارجع لك. أو لو سألني سؤال وأنا مش محضرة الإجابة المناسبة لسنه، فأنا محتاجة أقول له طيب أنا هخلي السؤال معايا وهفكر فيه وهقول لك إجابة. وهم لطاف جدا. هم هم لما بيسمعوا ده بيبقى عندهم الانتظار ده، والمهم إن أنا أرجع أجاوب.
ما بقاش مش بقول ده عشان يعني اجري من القصه، لا انا ببقى محتاجه اقول ده عشان ابقى آه، اديله ثقه انه لا، لما هنرجع ونتكلم وانا اللي افتح القصه. يعني انا اجي اقول له يا فلان، انت جيت سالتني من كام يوم ماما بتخلف ازاي، فانا اللي ارجع وافتح الكلام عشان ما يبقاش فاهم لان هما بعد شويه بيفهموا ايه ده، ماما بتقفل على القصه، هي مش عايزه تحكي في القصه دي. فانا ببقى محتاجه م- مش هفتي، ومش هقول آه يعني مش هقول معلومات مغلوطه، وفي نفس الوقت انا هبقى محتاجه ابقى بدي نفسي انا كمان فرصه ان انا اجاوب اجابه مظبوطه. طب لما اجي اجاوب، انا محتاجه ابقى مطمنه، ما بقاش مخضوضه، فصوتي وتعبير وشي تبقى هاديه. ف لانه احنا هيبقى باين على اللي هو ايدينا بتترعش او اجي اقول له يعني استهزأ بكلامه، اللي هو يعني اللي هو انت ايه اللي بتقوله ده مثلا، او ايه قلة الادب دي، او وانت ايه اللي بتفهمه انت اصلا في الكلام ده، او انه انا ابقى مكسوفة وكأني بتكلم عن حاجة وحشة او حاجة مخجلة ان انا اتكلم عنها. فمحتاجة ابقى واخدة بالي كويس قوي ان انا هادية، وعندي ثقة كده وانا بتكلم، وبعمل ده عشان نبني علاقة، وعشان آه، ما يبقاش بياخد معلوماته من بره. يعني لما عملوا احصائيات، لما عملوا احصائيات على انه الاطفال بيعرفوا عن جسمهم وعن التغيرات اللي بتحصل في جسمهم ومرحله البلوغ والكلام ده كله. آه، اغلب المعرفه كانت بتيجي عن طريق الاصدقاء، او بتيجي عن طريق السمع. وطبعا في الوقت الحالي هتبقى عن طريق الإنترنت. وطبعا احنا مش يعني مش هنختلف خالص ان الإنترنت مليان كوارث. فلا، انا محتاجة اكون بياخد المعلومة من مصدر ثقة، ابقى انا مطمنة، ابقى عارفة كويس قوي هو عارف ايه، ما يبقاش فاهم حاجات بالغلط واي حد يقول له اي حاجة فيصدق. ولانه الاطفال بيبقى عندهم الفضول ده، فهو هيجري ورا المصدر اللي بيقول له او بيشبع فضوله. فخلينا احنا نبقى احنا مصدر اللي بيشبع الفضول، ما نبقاش سايبينهم لأي حد بيديله أي معلومة بالسلام. كمان أنا ببقى محتاجة تكون، لو في إمكانياتي إن أنا أرد في وقتها ده أفضل حاجة، ولو ما قدرتش زي ما احنا اتفقنا إنه أنا أبتدي هقول زي ما إنه هفكر وهقول لك، أو هسأل مثلا لو حاجات تخص الرجالة مثلا وأنا ما عنديش معلومات كفاية، طب أنا هرجع لبابا وهقول لك. أو ممكن أقول له طب إيه رأيك ممكن تسأل بابا، ونبقى متفقة إن أنا وبابا إن هو هيرد عليه. والإجابات لما أجي أجاوب بقى، الإجابات بتكون أبسط ما يمكن. ما أجيش أقول له أصل مرحلة المراهقة بيحصل فيها التغيرات اللي مش عارفة إيه. لا، أنا محتاجة أبقى ببسط المعلومة على قد ما على قد سنه وعلى قد ما يفهم، عشان كمان يحس إنه المحادثة دي هتجيب نتيجة وهيقدر يفهم ويبقى مرتاح. طيب، النقطة دي مهمة جدا. أنا بجاوب إجابة صغيرة على قد السؤال اللي مطلوب. أوكي. اوقات بنقول يا خبر، انا لو فتحت وسالني السؤال ده وقال لي ماما انا باجي منين، فقلت له مثلا انت بتيجي من فتحه موجوده في جسم ماما، البيبي بيخرج من فتحه موجوده في جسم ماما. يا خبر، هنقول كده؟ انا لو قلت كده هيفتح وهيقول. الحقيقه لا، مش دايما خالص. اوقات الطفل بيقف عند سؤال ومش بيبقى عايز يعرف تفاصيل اكتر من كده. احنا اللي بنبقى قلقانين جدا انه لو جاوبت فهو هيفتح وهيفتح وهيفتح وهنوصل. لكن هو بيبقى عنده سؤال جه في دماغه فعايز يعرف. ف... فانا ببقى محتاجه ارد برد بسيط. ولو هو اداني اهتمام انه عايز يعرف اكتر، انا بعمل ده. انا بمشي معاه سنه، هيمشي معايا سن سنتين وهيقف.
مش هيخش اكتر من كده. كمان انا ببقى محتاجه ابقى بجاوب عليه بمعلومات حقيقيه حسب سنه وفهم. فمثلا كان زمان معروف قوي او في الافلام الاجنبيه انه الاطفال بتيجي الطيور بتجيبهم وبتشيلهم وبتحطهم قصاد البيوت، ودي معلومه مغلوطه جدا. او انه كان في زمان امهات كانت تقول انه حطينا حته سكر تحت السجاده وجينا تاني يوم لقيناك عشان انت مسكر. يعني طلعت نكته في وقت من الاوقات انه الولد جه حط حته سكر تحت السجاده، تاني يوم لقى صرصار، فقال لمامته ماما انا لقيت ابني اللي هو اللي هو انا لقيت ابني اللي هو الصرصار. فببقى محتاجه اقول معلومات حقيقيه للطفل، ما بقاش بضحك عليه. او الازمه الكبيره احنا لقيناك على باب الجامع، احنا انت مش ابننا. الحقيقه الاطفال بيقفوا، يعني في اطفال بتبقى عايزه تثبت طول الوقت انه لا احنا ابنهم، احنا ده بابا وده ماما. فالحاجات دي احنا بقى فاكرين ان الحاجات دي هزار، بس الحاجات دي بتبقى مؤرقه جدا للاطفال. اوكي. كمان بيبقى مهم قوي وانا بتعامل مع او لما تيجي القصه دي واحكي انا وابني ونبقى بنتكلم عن المناطق الخاصه، انا بعزز حتت تانية، يعني مش بس واقفه عند الجزء ده. يعني مثلا فزي مثلا ما انت ما ينفعش حد ياخد فرشة سنانك ويستخدمها، كمان ما ينفعش حد يبقى، لان دي تخصك، فكمان المناطق الخاصة دي تخصك بتاعتك. فببقى بحكي عن الخصوصية، مبدأ مهم وقيمة مهمة. مثلا انه ممكن ابقى لو يعني لا، هل لو انا نفسي في الشوكولاته فانا طول الوقت مثلا اول ما تيجي نفسي في الشوكولاته فاقعد اكل شوكولاته كتير كتير كتير، ايه اللي هيحصل في جسمي؟ فممكن اتخن جدا، يجيلي سمنه او. فكمان انا ببقى محتاجه ابقى بشوف جسمي محتاج ايه. وببقى مثلا لو الولد مثلا عايز يتفرج على حاجات او بيعمل عادات سريه، فانا ببقى محتاجه ابقى اعرفه انه انا محتاجه اخر اللذه. وببقى انا الشوكولاته قصادي، بس انا ما ينفعش طول الوقت ابقى بروح اكلها. فانا ببقى ببتدي واحده واحده اعزز القيم والمفاهيم ده جنب ده، لانه ده بيفرق جدا. يعني احنا في زمن الحقيقه احنا مفتقدين جدا للقيم والاخلاقيات. فانا ببقى انا مش هعرف اغير الكون كله، بس هقدر ان انا اعزز ده لولادي. ده اللي هقدر اكون بعمله. طيب، نيجي بقى عند الجزء الاساسي في الموضوع بتاعنا النهارده. وخلينا متفقين انه زي ما بقول لكم كده احنا بنتكلم في موضوع كبير قوي، فيمكن تلاقوني بعدي على كل نقطة بشكل سريع، بس ان احنا يبقى عندنا المعرفة. آه، لكن الحقيقة الموضوع ده بيتاخد وبيتفرد بشكل أكبر من كده. طيب، احنا عندنا مجموعة من المراحل العمرية في التربية الجنسية. احنا طبعا عندنا في المرحلة اللي قبل كده اللي هي من 0 ل2، ودي عادة بتبقى المرحلة الفمية، الطفل بيبقى عايز يمسك كل حاجة وعايز يحط كل حاجة في بقه. لكن احنا هنبتدي شوية من الإدراك، هنبتدي شوية من الطفل وهو بيكتشف جسمه. بس خليني أقول حتة بس في الجزء اللي فات ده، إنه أوقات بيبقى في أهالي بتتخض جدا آه، لما بتلاقي ولادها وهما بيغيروا الدايبر. فبيبقوا مثلا وانس الماما شالته فيروح ماسك في جسمه من تحت، فتروح ماما خبطاه على دي. الحقيقة ده مش مظبوط. هو زي ما هو شايف انه دي ايدي فبيمسك ايده، زي ما ده وشي بيمسك وشه، فهو بيكتشف بقية جسمه فراح بيمسك ايده او بايديه بيمسك جسمه من تحت. فمحتاجة أبقى مطمنة إنه أنا مش في بيتي متحرش لكن أنا معايا طفل طبيعي ربنا خلقه عايز يتعرف على جسمه كله لما جات له الفرصة، لأن طول الوقت الجزء ده متغطي بالنسبة له فمش بيبقى عارف يمسكه. تعالوا نروح عند المراحل اللي فيها وعي
واول مرحله فيهم مرحله اكتشاف الجسم. وخلينا متفقين انه الاعمار دي من سنتين مثلا 6 سنين هي مش مراحل ثابته، احنا مش ماشيين في حدود ثابته، لكن ممكن تزيد او تقل على حسب المرحله دي. الطفل بيكون عنده حب استطلاع كبير جدا، انه هو عايز بقى، هو خلاص هو ابتدى يبقى واعي وعايز يكتشف. هو فجأة أدرك انه انا ولد وهي بنت. فانا محتاجة ابقى، هو ايه الاختلاف اللي ما بيننا؟ احنا شكلنا مختلف في ايه؟ طب ما هي عندها نفس اللي عندي طب ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي؟ يبتدي يبقى عايز يعرف قدرتنا. احنا بنقدر نشيل زي بعض مثلا، احنا بنقدر نجري زي بعض. فبيبقى عنده الفضول انه يكتشف كل حاجة عني وعن الطرف الآخر. ومن ضمن الاكتشافات دي انه بيبقى عايز ألمس جسمي. وزي ما كنت بقول لكم من شوية انه الأطفال بتبقى مثلا هلاقيه وهو بيستحمى مثلا، هو بيمسك جسمه وعايز يشوف ده عامل ازاي. ده طبيعي جدا، ما تخضش وقول يا خبر ابيض وايه اللي بيعمله ده. ده طبيعي جدا سواء على البنات او على الولاد. في المرحله دي كمان هما بيبقوا عايزين يعرفوا هو ايه اللي عند التاني. يعني ايه شكله، ايه الجسم بتاع البنت دي، هو مختلف عني في ايه. كمان الاطفال في المرحله دي بيبقوا محتاج يكون واثق انه انا ولد وان هي بنت. وفي غلطه مشهوره جدا انه ماما كان نفسها في بنت وما جالهاش، وتروح منزلة قصص وتروح تلم الشعر بطريقة معينة أو تطول الشعر عشان هي نفسها تشوف البنت اللي ما قدرتش تجيبها. ف أو بنلم الشعر بتوكة. يعني أنا ما عنديش مشكلة خالص لما يكون الشخص أدلت وقادر يختار أنا عايزة أعمل إيه في شكلي في شعري. أوكي، هلم شعري وهعمله بطريقة براحته. لكن ما اجيش انا الخبط هوية الطفل بالتصرفات اللي ممكن اكون بعملها. هو محتاج يثق انه انا ولد، انا بنت. ف لانه ده بيفرق معاهم على مدار سنين عمرهم. آه، آه، ف فموافقتي على نوعه دي مش بتاعتي. هو ربنا هو اللي اداني البني ادم ده، انا محتاجه اكون بحافظ عليه. طيب المرحله دي كمان الطفل بيكون محتاج يعرف، زي ما عارف انه ان دي اسمها ايد، ده اسمه وش، دي اسمها عينين. هو محتاج كمان يعرف بقية أعضائه اللي احنا متسترين عليها دي وما بنجيبش سيرتها اسمها ايه. ويمكن لو أنا شايفة مثلا إن أسماء الأعضاء الجنسية بالعربي غلسة شوية، ممكن أقولها بالإنجلش. وهنتفق إنه احنا بنقول حاجة غالية أوي أوي أوي، فمش هنقعد نحكي فيها مع الناس، لأنه دي حاجة تخصنا، دي حاجة آه، خاصة جدا بأسرتنا. فمش بينفع إن احنا نروح نحكيها ونقعد نعرض معلوماتنا قدام اللي حوالينا. فأنا ببقى بحتاج أعرفه اسم الأعضاء دي إيه. ممكن أبتدي كمان أجيب له رسمة زي اللي كانت موجودة من شوية لشكل الجسم بنت وولد كرتون، وابتدي اقول له ابتدي اشاور له وافهمه. ممكن ابتدي كمان اعلمه عن المناطق الخاصه، وابتدي اقول له المناطق الخاصه دي اللي بيغطيها المايوه وهكذا. وفي المرحله دي انا محتاجه ابقى حتى لو شفت آه، يعني محتاجه اعرفه انه او لو شفت ان هو بيلمس او لمسوا بعض مثلا هو واخته، ما تخطش. انا ببقى محتاجه، هو لسه بيتعلم. انا محتاجه اعرفه لا دي المنطقه الخاصه بتاعتك وبتاعتها، مش بينفع نلمس بعض هنا، مش بينفع نضرب بعض من ورا وهكذا. فببقى محتاجه ابقى بشرح من غير عنف، من غير تعنيف، من غير ما ارمي اتهامات كتير عليهم، لانه هو بيعرف، عنده فضول يعرف. ولو شفته بيلمس نفسه وده شائع جدا في المرحلة دي،
اغلب الظن ده بيكون جاي من يعني لما الطفل بيبقى واقع قوي. يعني هي ليها كذا سكه صراحه. فواحده منهم انه انا لمست نفسي بالغلط، فلقيتني بتزغزغ، فبقيت بحاول ازغزغ نفسي. فانا ببقى محتاجه اتفق مع الطفل انه حبيبي، لو انت نفسك تتزغزغ قول وانا هزغزغك. ودي الاماكن اللي بنزغزغ فيها، والزغزغه فيها ما فيهاش مشكله، لكن هنا هيعمل لنا مثلا مشكله. فانا ببقى محتاجه ابقى ما اتخضش لو لقيته هو بيعمل ده، او بيلمس نفسه. انا محتاجه اعلمه وعي. واوقات الاطفال ما بيبقوش قادرين يعبروا، او يعبروا عن مشاعرهم لما تبقى في مواقف تقيله قوي، فممكن يبقى بيلمس نفسه كنوع من اللذه، آه، تهون عليه المشاعر التقيله دي. فانا برضو ببقى محتاجه اتعامل معاها على انها هي طريقه للتعبير، طريقه خاطئه للتعبير عن المشاعر. وانا ببقى محتاجه ابقى بهندل القصه دي بشكل تاني، غير برضو التعنيف وغير الزعيق وغير الضرب وغيره وغيره. اوكي. وان الطفل يكون بيتشارك مع بابا وماما في الحاجات، يعني الولد يبقى بيتشارك اكتر مع بابا في الحاجات اللي بتتعمل. يعني بابا ياخده كده ونروح نصلح شوية حاجات، ماما تاخد البنوتة مثلا ويقعدوا يعملوا شوية ديكورات مثلا في البيت، او يقعدوا مثلا تعالي نعمل الأكلة الفلانية، او نعمل شوية اكسسوارز. المهم انه يبقوا بيشتركوا. الطفل بيبقى محتاج انه يشترك مع الشخص اللي من جنسه في المرحلة دي في شوية أنشطة، لأن ده بيعزز فكرة اللي كنا بنحكي عليها من شوية، إنه أنا ولد وهي بنت. أوكي. عادة في أسئلة بتبقى موجودة في المرحلة دي، زي مثلا أنا جيت منين؟ أنا خرجت إزاي من بطنك؟ ليه أخويا بيعمل بيبي وهو واقف وأنا لأ؟ فببقى محتاجة أجاوب عليهم. يمكن مش هنجاوب عليهم كلهم، ممكن أجاوب على واحدة بس. فمثلا سؤال انا جيت منين، زي ما قلت لكم من شويه، انا برجع السؤال عنده، وهنفترض ان انا رجعته عنده وهو جاوب، ووصلنا عند النقطه بتاعت انه احنا هنجاوب الجزء ده. فبمنتهى السلاسه والهدوء بقول له انت في فتحه في جسم ماما من تحت. البيبي لما بيبقى اكتمل وبيبقى قاعد، وممكن احكي القصه قبلها. يعني انت مثلا انا عرفت في يوم ورحنا للدكتور، ولما رحنا وبعد كده قعدنا كل شهر نروح للدكتور ونعمل زياره. ولما بعد 9 شهور الدكتور قال انه خلاص البيبي بقى كامل، وان انت بقيت كامل في بطني، وكل الاجهزه بتاعتك بقت جاهزه. فجت اللحظه ان انت تنزل فيها من بطني، فانت خرجت من فتحه موجوده في جسم ماما من تحت. طب يا ماما الفتحه دي فين؟ جنب الفتحه اللي فيها جنب الفتحه بتاعت البيبي. وخلصنا على كده. احنا اللي بنبقى متوترين جدا من الاسئله، لكن الحقيقه انه الاجابات ابسط كتير لما انا ببقى بجاوب عليه. آه خليني اقول حاجه في القصه بتاعت انه انا اقول له انه الدكتور فتح لي بطني. عاده فتح البطن بيدي للطفل احساس انه بالذنب، انه انا سببت لماما مشكله، انه ماما تعبت كتير قوي بعد ما ولدتني. فالافضل ان انا اقول انه موضوع الفتحه اللي في جسم الام. آه، فانا ببقى محتاجه ابقى مهيئه، ولو ما عنديش اجابه زي ما اتفقنا هوقف وهقول ده سؤال مهم جدا انا عايزه اجاوب عليه. فخلينا لما يبقى في وقت يعني خليني اسال وهجاوبك على طول وافتح كلام واجاوب. المرحله الثانيه مرحله خصوصيه الجسد، دي بتكون من 6 ل 11 سنه، وزي ما اتفقنا بتبقى برضو المرحله متحركه. ايه خصائص المرحله دي؟ طبعا بتبتدي شوية في أواخر المرحلة يعني، أو في نصها بتبتدي بعض التغيرات الجسدية تحصل. فنبتدي يبقى آه، جسمنا يبتدي يتشد شوية،
ممكن لو بنلعب رياضة وعضلاتنا بتطلع، ابتدي في اواخر المرحلة دي ممكن الاقي انه الطريقة نفسها مختلفة، طريقة التعاملات نفسها مختلفة. وهلاقي في المرحلة دي إنه الطفل بيبقى، الولد بيبقى لازق أكتر في بابا، والبنت لازقة أكتر في ماما. ودي طبيعة المرحلة جدا يعني. طيب أنا في المرحلة دي ببقى الطفل بيبقى محتاج يعرف حاجات، شوية حاجات. أول حاجة إنه لو أنا شرحت الجزء الأولاني كويس جدا، أو مشيت مع الطفل المرحلة الأولانية، عادة المراحل بعد كده بتيجي بسلاسة. فأنا ببقى محتاجة أبقى بعرفه إنه ده حدود جسمك وحدود جسم الآخر. وممكن ابتدي معاه حتى بحاجات بسيطه، مثلا انه يعني مسافه بيني وبين اي شخص اعرفه مثلا طول ذراع. وكل ما يكون الشخص اقرب، كل ما بيكون يعني اقرب ليا اكتر. الغريب غير صاحبي في المدرسه، غير مش عارفه اخويا في البيت، غير بابا غير ماما، وهكذا. فببتدي اوعيه او يشوف حدود جسمه وحدود جسم الاخر. كمان انا ببقى اخد بالي كويس قوي ان انا ابعده عن اي مشاهد على على الانترنت او على التلفزيون فيها عري. ولو جت انا ببقى محتاجه اقول. يعني انا عاده لما ولادي بنتفرج على فيلم كرتون وتيجي مشهد البطل والبطله بيبوسوا بعض، فانا بقول انه ده تصرف مش مظبوط. هما حتى دلوقتي بقوا بيقولوا ده تصرف مش مظبوط، عشان هما مثلا كانوا في فيلم كرتون مش متجوزين. لانه البوسه دي بين المتجوزين وبس. وده مش عيب، لكن علشان يبقى واعي انه ما ينفعش حد يبوسني في بقي. ما ينفعش تبقى تيتا او جدو، او لو انا ماما او بابا بنعمل كده. لانه وده مش من السن 6 ل 11، لا ده من بدري جدا. البوس في الفم ده بيسبب امراض وبيكسر حدود الطفل. يعني الخد ما اثرش معانا في حاجه. فانا ببقى محتاجه ابقى باخد بالي. كمان اخد بالي كويس قوي، وحتى ده من المرحله اللي قبلها، انه وقت العلاقه الحميمه بيني وبين جوزي، انه الباب يبقى مقفول، متاكد ان باب اوضتهم مقفول. لا، علشان ما احطهمش واحطني في موقف صعب، ونقعد نشرح فيما بعد. آه، يعني نقعد نتحط في السيتويشن دي. فانا ببقى محتاجه ابقى متاكده كويس جدا انه انا بحميه وبحمينا من ده. طيب كمان انا في المرحله دي بحتاج آه، ادعم الهويه اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه. فانا ببتدي اعلمه كده، مثلا الولد الجنتلمان يفتح الباب مثلا لمامته مثلا، او يمسك الباب علشان ما تتخبطش، او لو ماما شايله شنطه تقيله فيشيلها. فانا بعزز الصفات والاخلاقيات فيه. البنت اعزز انوثتها، وانه ازاي تبقى بتاخد بالها ان شعرها يبقى بيتسرح، وانه ما تبقاش سايباه منعكش او شكلها مبهدل، او ازاي تبقى بتاخد بالها مثلا وتبقى لطيفة وحنينة. فأنا ببقى محتاجة أعزز الصفات دي، علشان لما يطلعوا للمرحلة بتاعت سن البلوغ يبقوا متأكدين كده وما يبقوش مهزوزين في روحهم. وده موجود دلوقتي كتير، إنه أطفال كتير مهزوزين في هويتهم الجنسية. فببقى محتاجة أبقى آه بأكد لها ده. ما بقاش أقعد أقول، خصوصا لما تبقى في حالات انفصال، ما ينفعش اقول انت الراجل بتاعي دلوقتي، لا. ده بيهز حاجات كتيرة جدا في الهوية الجنسية بتاعت البنت. ف... فانا ببقى محتاجة ابقى بحطهم كل واحد في الخلقة اللي الله عملها. كمان انا في المرحلة دي انا بهيئه لسن او لمرحلة البلوغ. ما ينفعش اجي استنى لغاية لما يخش في مرحلة البلوغ واجي اقول له ايوه اللي حصل لك ده اسمه بيريود، او اللي حصل لك ده اسمه كذا، اسمه احتلام. لا، ما ينفعش. لانه ساعتها الطفل بيتعرض لصدمه شديده جدا. اوقات البنات بتبقى فاكره انه انا اتعورت، انا هموت،
آه، الولد بيبقى فاكر ان هو بيعمل على نفسه وهو كبير كده. فانا ببقى محتاجه اهيئه من قبلها، وافتح معاه انه احنا دلوقتي بقينا كبار، وبقينا بقينا مظلات، وبقينا داخلين على سن الرجوله. واحنا، وابتدي اقول بقى واجهز واعمل مكاشفه كده لما سوف يحدث، واعرفهم انه ده مش حاجه عيب، مش حاجه تتغطى، مش حاجه اتكسف منها. بالعكس، دي قيمه، ويعني قيمه غاليه جدا الله حطها لي علشان انا في يوم من الايام اكون يعني اكون شخص نافع، واكون سواء اب او ام مثلا. ببقى محتاجة أخد بالي جدا، وده بيحصل بسبب يعني بيحصل بين الولاد والبنات بسبب المدارس، إنه يبتدوا يقولوا أسماء المناطق الجنسية دي بألفاظ بذيئة. فببقى محتاجة لا، إنه المناطق دي غالية جدا. فأنا ببقى محتاجة ما اسيبهاش مشاعر كده إنه إحنا نبقى بنقولها بالألفاظ بتاعت الشارع. في أسئلة عادة بتبقى موجودة في المرحلة دي، يعني مشهورة يعني، إنه طب هو البيبي دخل جوه بطن مامته إزاي؟ طب هو البيبي بيخرج منين؟ طيب هي الفتحة دي موجودة فين؟ طب أنت ليه بتلبسي بامبرز؟ مش أنت كبرتي؟ زي ما اتفقنا، يعني مش هنعيد تاني، بس أنا محتاجة أبقى باخد الأسئلة دي بجدية شديدة جدا لأهميتها. طيب لو مثلا لو سؤال زي هو البيبي بيدخل جوه بطن مامته ازاي، فانا ببقى محتاجه اقول له انه بعد برضو النقاشات اللي اتفقنا عليها، فبقول له مثلا انه في بذره، او في جزء زي البذره بيخرج من بابا، بيدخل جوه جسم ماما. والجزء ده بيبقى زي البذره بالظبط. مش انت زرعت بذره قبل كده؟ لو زرعت، عملت زرعه قبل كده، لما البذره دي بتتحط في الطينه ايه اللي بيحصل؟ فبتبتدي تكبر، وبتدي تكبر تكبر تكبر. نفس الكلام، البذرة دي لما بتدخل جوه جسم ماما، فبعد شوية بتبتدي تكبر وتكون جنين صغير. الجنين ده بيبتدي يكبر يكبر. طبعا ده كل ده الطريقة دي ممكن تبقى مناسبة للسن الصغير. بحتاج أغير طريقتي كل ما بيكون الطفل أكبر، عشان ما يحسش إن أنا بديله يعني هو عايز معلقة وأنا بديله شفطة. فببقى محتاجة أبقى بقول الإجابات بحسب احنا في انهي مرحلة، احنا في انهي سن. ومش هينفع طبعا انا ما اكونش اتكلمت معاه في اي حاجة خالص، وفجأة نيجي افتح اقول انا عايزة افتح معاه الكلام في الجزء ده. انا محتاجة اعدي على الحاجات اللي قبل كده عشان ابتدي يعني ابتدي اقول يعني عشان اوصل للمرحلة دي محتاجة امشي الخطوات اللي قبلها عشان يبقى سهل عليا ان انا اوصل للمرحلة دي معاه. طيب أنا آسفة لو يعني أنا مش لاحقة أرد على الشات، بس إن شاء الله يعني هجتهد إنه آه، ناخد أسئلة الشات ونجاوبها. ولو ما أمكنش ممكن نلاقي طريقة إزاي نبقى بنجاوب على الأسئلة دي، ونبقى بنشوف إزاي نبقى بنوصلها. آه، المرحلة الثالثة مرحلة البلوغ، ودي بتكون من سن 11 ل 18. طيب المرحلة دي الطفل بقى بيكون خلاص يعني بقى شاب ومدموزيل كده، فبتبقى كل الأعراض بتاعت أو بلاش الأعراض، كل العلامات بتاعت البلوغ بتكون ابتدت تظهر بقى. الصوت والشعر والأماكن مثلا العرق، البريود، الانتصاب. كل الأعراض أو كل العلامات بتاعت مرحلة البلوغ بتبتدي تظهر في الوقت ده. وأنا ببقى محتاجة زي ما اتفقنا أبقى بهيئ ابني أو بنتي للمرحلة دي. ولما تبقى موجودة المرحلة دي، أنا ببقى محتاجة أتعامل معاها بشيء من الحذر. ليه؟
لانه احنا اتربينا على انه المرحله دي ما كانتش بتتعامل المعامله اللائقه بيها. آه، فيمكن دلوقتي عندنا الفرصه ان احنا نكون بنعمل ده. فانا ببقى محتاجه الطفل في المرحله دي بيكون محتاج يوصل له واغرس فيه شعور بالفخر انه ده حاصل. يعني عارفين المثل اللي هو ايه ده انت طلع لك اللي هو الشنب بتاع خط اعدادي ده. ونقعد ناخده استلامه في العيله ونقعد نضحك عليه. وايه الصوت ده؟ ايه ده صوتك بقى وحش قوي. ابتدى يا ريتك كنت فضلت زي الاول. ايه ده انت وشك عامل، انت ليه وشك بقى فيه حبوب كده؟ كل الحاجات دي بتأثر جدا على على الولاد والبنات في السن ده، لأن هو بيحس إنه في شيم كبير جدا. بالعكس، أنا محتاجة أأسس وأغرس فيه إنه أنت محتاج تبقى فخور جدا إن أنت وصلت لده. انت اجي للبنت اقول لها انه قد ايه انت جميله، وقد ايه انه آه، انت دلوقتي بقيتي مدمزل. ربنا يعني بارك في جسمك وبقيتي دلوقتي بقى جسمك بيتطور، وقربتي توصلي للمرحله اللي في يوم من الايام تقدري تبقي فيها او جسمك يبقى آه، آه، حاجة غالية قوي عندك. محتاجة أبقى أقول للولد إنه أنت بقيت عامل زي الشجرة القوية كده، اللي هو اتأسست كويس قوي لغاية دلوقتي ما بقت شجرة طالعة وماسكة نفسها. فبقى محتاجة أوريه قد إيه إنه اللي حصل فيهم ده هي معجزات بجميع، يعني في جميع الأحوال. يعني إزاي هم من أطفال كبروا بقوا في يوم من الأيام هيبقوا أشخاص صالحين ويبقوا بيفيدوا المجتمع حواليهم. ف... فأنا ببقى محتاجة أبقى واخدة بالي قوي إن المرحلة دي مرهقة جدا من اسمها يعني، لأنه فيها كل التغيرات. تغيرات جوه جسمهم، تغيرات في نفسيتهم، مش عارفين عايزين إيه ويعملوا إيه. إنه كأنه كل حاجة مشوشة. وبيبقى أصعب عليهم لما بيبقوا حواليهم مش مدينهم المساحة اللي تقول إنه أنا جسمي غالي، وإنه أنا بكبر، وإنه كلنا تعرضنا لده. فيعني اللي هو اللي بيحصل لهم دي مش حاجة غريبة. أنا ببقى محتاجة كمان أعلمهم إزاي يبقوا بيهتموا بجسمهم، يبقوا يعني إزاي يبقوا بيحافظوا على بيستحموا، وإزاي يبقوا بياخدوا بالهم من صحتهم وياكلوا كويس، لأن هم محتاجين ده في الوقت الحالي. فبقى محتاجة أبقى إحساس الفخر يبقى موجود، وإنه يبقى مسنود بدعم واهتمام من بابا وماما. آه، الحقيقة التربية الجنسية حاجة مهمة جدا وغالية قوي. وكل ما تكون البيت بابا أو ماما يعني الاتنين مشتركين في الزراعة دي، ده بيدي إحساس إنه أنا تمام، أنا جسمي تمام، انا مطمن، انا ما فيش حاجه غلط حتى لو المجتمع بره بيهزني. بس لا، انا مطمن ومرتاح. ممكن ناخد يعني 5 دقايق نبص فيها على الاسئله سريعا. آه، اوكي. مرسى بتقول ابني من 3 سنين تعرض لموقف محرج، ان هو وابن خاله قالوا لبعض ينفع نكشف عن المنطقه الحساسه دي، وابني الموقف ده خلاه متضايق قوي. كل ما نتكلم عن أي حاجة تخص التربية الجنسية يتعصب ويقول لي أنا مش عايز أسمع عن المواضيع دي. هو دلوقتي عمره 10 سنين. أوكي، فده حصل وهو عنده 7 سنين. أنا محتاجة أبقى عادة الغضب مش الإحساس الأساسي، يعني في حاجة تحتيه. فأنا محتاجة أروح عند ممكن يبقى عنده شيم. أنا حاسس إن أنا وحش، أنا عملت ده. آه، رد الفعل اللي حصل ساعتها في الموقف كان عامل ازاي. ممكن يكون الموقف عدى بسلام،
بس الطفل نفسه حاسس من جواه ان هو عامل حاجة غلط. فببقى محتاجة اطمنه انه ده، يعني انه المواقف دي اتس اوكي واوقات بتحصل. طب انت حسيت بايه؟ طب انت ايه اللي مخليك غضبان من القصة دي؟ فابتدي اساعده يحكي عن مشاعره في الموقف ده. طيب، اوقات ابني وهو بياخد شاور يتأخر جوه الحمام. آه، اوكي. آه، لو انا لسه بساعده في يعني لو انا لسه بساعده في الحمام، يعني انا محتاج ابقى بسأله كمان ايه اللي بيخليه يتأخر كده جوه الحمام. هل هو بيحب المية؟ يعني مش دايما الحاجات بتبقى مشاكل. بس انا محتاجة ابقى، هل هو بيحب بس يبقى بيقعد في الحمام وقت طويل، بيستحمى وقت طويل بس، ولا في حاجة آه، ممكن اقول له مثلا لو انا حاسه ان هو بيعمل ده عشان يبقى بيلمس جسمه، انا محتاجه اقول له لو انت بتحب تعمل ده عشان ده بيبسطك يعني او بيزغزغك، فاحنا ممكن ابقى انا يعني ازغزغك في الوقت ده. كل ما بيكون الطفل مرتاح معايا واحنا بنفتح كلام، كل ما هتكون الحاجات دي بيقدر يعبر عنها من غير ما يبقى قلقان او خايف من رد فعل بابا او ماما. صراحة هربت من الموضوع ده وقلت له الدكتور بيفتح البطن بسوستة معينة وبيقفلها تاني، ما استغلتش الفرصة. أوكي، غالبا هنحتاج نرجع له ونصحح له المعلومة. لأن هما قدام بعد شوية هم بيبقوا عارفوا المعلومات الصح، بيبقوا عارفوا إن إحنا ما قلنا لهمش المعلومة المظبوطة. طيب، ابني بيقعد يقول قدام الناس المتجوز بيقول قدام الناس المتجوزين بيبوسوا بعض من هنا، هل أسكت ولا أعمل إيه؟ هحتاج يعني انا مش عارفه هو سنه قد ايه، بس اوقات الاطفال بيقولوا حاجات كتيره بعفويه جدا، فانا محتاجه بيني وبينه في البيت وبمنتهى اللطف والهدوء هقول انه حبيبي الحاجات دي حاجات خاصه جدا وحاجات تخص اسرتنا بس، فاحنا مش بينفع نقول ده قدام بره. فخلينا لما تكون عايز تقول ده ممكن تقوله في البيت. مع الأسف في المدرسة الأولاد بيرددوا كلمات أغاني فعلا ملوثة جدا. الأغاني بالذات المهرجانات فيها كمية ألفاظ صعبة جدا جدا، والبنات والولاد بيقولوها بدون وعي وبدون معرفة هما بيقولوا إيه. أنا وولادي بنتفرج على فيلم كرتون بيجي البطل أوكي، دميانا ردت. ماشي. بناتي سنهم 14 و17، الصغيرة مهتمة بالنظافة جدا والسكين كير والشعر ودش كل يوم، والكبيرة العكس تماما بتستحمى بالعافية. المرحلة دي عندهم أزمة جدا مع الحموم، مش عارفة ليه. أنا ببقى محتاجة أعرف هي مش بتحب تعمل ده ليه. يعني إيه اللي بيضايقها؟ وهل في يعني هل بيبقى في مثلا ضغط كتير انه لازم كل يوم مثلا ولازم نعمل ده بشكل مستمر؟ كمان هي سنها 17 سنة، فهي مود مظل، فهي ممكن تكون كمان يعني ده مزعج ليها ان حد يعلق لها على انها تاخد دش بشكل يومي. بس ممكن ندردش ايه الطريقة المناسبة، ايه اللي بيضايقك في ده، طب ايه اللي ممكن نعدله. كل ما بنحكي ونفرض الكلام في القصة دي أو نحط روتين واتفاق ثابت، كل ما يكون الموضوع أفضل. ابني عنده 4 سنين وعمل تصحيح طهارة في سن 3 سنين ونص، ولما بيغيب جدا وبيخلع هدومه، مش بيغضب جدا وبيخلع هدومه، مش عارفة أتعامل معاه إزاي. مش فاهمة يا وفاء، مش فاهمة السؤال. أوكي. ممكن تكتبي توضيح تحت طيب. آه، أوكي. آه، انت مكمله تحت. اوكي، انا بفهمه انه غضبان وقول اللي مزعلك لكن ما تخلعش، بس كرر الموضوع. اوكي. اه فهو لما بيبقى غضبان بيقلع هدومه. اوكي.
ايه ايه السبب في انه يعني بيروح قالع هدومه كلها؟ طب ايه الحاجات اللي بتخليه غضبان، بتخليه بيتصرف كده؟ يعني انا يمكن مش هبقى عارفة ارد عليكي قوي، يمكن تكون يعني ابقى افهم اكتر. آه، بس انا ببقى محتاجة لو هو 4 سنين، انا ببقى محتاجة ابقى بعرفه انه يعني مثلا عناية غالية جدا، عشان كده ربنا حط لها غضب فبغطيها. بس مش في وقت الغضب ده في وقت الهدوء جدا. وقت الغضب هو مش هيسمع لك اصلا. بقي لانه منطقه غاليه جدا وجوه اللسان، واي حاجه تخش جوه جسمي هتسبب لي مشاكل، فربنا عمل لي غضب. كمان المنطقه الخاصه منطقه غاليه قوي، عشان كده احنا بنحط لها بنلبس عليها هدوم ومش بنقلعها. حتى لما بنبقى في البول او في البحر بنبقى لابسين المايو. فاحنا كمان مش بينفع انه حد يبقى بيشوفنا في المنطقه الخاصه. وابتدي اعمل له توعيه، يعني هو في السن ده ممكن اعمل له توعيه وانه جسمنا ده محتاج محدش يشوفه، ونشوف بقى ايه اللي بيسبب له الغضب ده. يعني ممكن يعني انا محتاجه اشوف على الناحيه التانيه هي إيه اللي ربط دي بدي. آه، اوكي. بنتي 14 سنه، ليها واحده صاحبتهم قالت لي انها بتحب البنات يعني مثليه، وانا سمعتها بهدوء بس خايفه عليها تتشدد صاحبتها دي. يعني الموضوع ده صعب للأسف ومنتشر. آه، بس كل ما أنا بكون أنا موافقاكي طبعا إن أنتي خايفة عليها، بس كل ما بكون أنا علاقتي أنا وبنتي قريبة جدا، وكل ما بنكون إحنا الاتنين في بينا لغة حوار وبنقدر نتشارك، كل ما بتكون هي مرتاحة وقادرة تبقى مطمنة ومتأكدة. فحتى لو حصل لها في أي وقت لخبطة هتبقى قادرة تشاركني وتتكلم معايا. آه، يعني بس هو فعلا يعني احنا الثقافة دي يعني يعني مؤذية جدا، وفي الكرتون كمان الحاجات دي ابتدت تبقى منتشرة كتير. في بنوتة بتقول إنها مش بتحب تاخد شاور لأنها كل مرة بتتعب وبتاخد. أنا مش فاهمة السؤال. في بنوتة بتقول إنها مش بتحب تاخد شاور لأنها كل مرة بتتعب. أنا مش فاهمة. أنا مش قادرة أفهم الجزء ده، وإيه اللي بيوجعها لما حد بيتعصب عليه وما يعملش اللي هو عايزه. فأنا محتاجة أبقى بعلمه زي ما اتفقنا المنطقة الخاصة، ودي زي ما كنا بنقول من شوية. اه بتاخد برد وزورها بيوجعها. اوكي. آه طيب. يعني محتاجين نشوف يعني محتاجين نشوف هل في أسباب أخرى ممكن تبقى بنسقع، ممكن نكون مش بنحب نقعد مش بنحب نعمل ده في الشتاء. فأظن ممكن يعني ممكن نسمعها أكتر، تشوف هي آه، آه، هل ده السبب الحقيقي ولا في أسباب أخرى. وكل ما بنديهم المساحة ونطمنهم إن هم يتكلموا أكتر، كل ما هيبقوا بيشاركونا بإجابات حقيقية مش من الخيال. مبسوطة إني كنت معاكم جدا. شكرا ليكم، شكرا على الوقت اللطيف وأشوفكم في مرة تانية. باي باي.